النتن لقى نفسه متحوط من كل الاتجاهات، الجامعات العربية والجامعات الأوروبية عاملة مظاهرات، الشارع الإسرائيلي عامل مظاهرات والدنيا خربانة ومش عارف يخلع ويعمل إيه. طب خلاص هو دلوقتي بقى محتاج أي صفقة، أي محتاج إن هو يخرج من المشكلة اللي هو فيه، ولكن هو عايز يستمر في السياسة وهو مش هيطلع خسران وواخد على قفاه. وكمان 7 8 شهور ما قدمش أي حاجة كإنجازات في غزة. طب هو مش عارف يعمل ايه قدام الدول الاوروبيه ومش عارف يتصرف ازاي. فقال لك خلاص احنا نخش رفح، نقف عند معبر رفح العلم الاهبل بتاعنا، ونبقى كده ايه كشكل انتصارات، وفي نفس الوقت نبقى قبلنا في الصفقه ورضينا الشارع الاسرائيلي والولايات المتحده ان احنا جبنا المختطفين وخلصنا المشكله دي، وفي نفس الوقت ابقى منتصر. ابقى منتصر ازاي؟ ان انا سيطرت على معبر رفح، سيطرت على رفح ودمرت غزة بالكامل، اذا انا منتصر. عايز يحط لنفسه شكل ان هو يبقى منتصر باي شكل. يدخل رفح يلاقي القسام مستنيين والمقاومة مستنياه في كل حتة، يلاقي الدبابات بتطير من كل الاتجاهات، يقوم الإعلام الإسرائيلي يقول لك إحنا رجعنا لأول بداية الحرب بنفس الشدة وبنفس القوة. الصواريخ طايرة داخلة من غلاف غزة وداخلة إسرائيل من كل حتة. لبنان بتضرب من هنا، والقسامة صواريخ ما تعرفش جت منين بتضرب من هنا. في رفح لقوا نفسهم عمالين يتحطوا في متفجرات بتنفجر في الدبابات، صواريخ بتخش، قناصه يروحوا من هنا يلاقي قناصه شغاله، من كل حته عمالين يتضربوا. فبقوا مش عارفين يعملوا ايه. فهم دلوقتي بقت اكبر حصيله قتل عندهم في الفتره دي بسبب ان هم لقوا نفسهم من كل مكان بيتضربوا، وكده يبقوا ما حطوش اي انجازات في غزه من بدايه الحرب لحد دلوقتي.